السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطال الصف الأول الثانوي، أهلا بكم يا رب تكونوا بخير. معكم مستر حسام الباهي من قناة رياضة الباهي، ومعادنا النهاردة إن شاء الله مهندسين مع حل تمارين 8 على الدرس الثاني من وحدة حساب مثلثات اللي هو القياس الستيني والقياس الدائري، متواجدة في الكتاب مهندس من صفحة 107 لصفحة 109. دي طبعا أسئلة اختر وأسئلة المقالة هتلاقيها في فيديو منفصل يا باشمهندس. السؤال بيقول لك اختر الإجابة الصحيحة بدل المعطاة. بيقول لك الزاوية التي قياسها 25 باي على 9 تقع في ربع الكام؟ دي كده زاوية ايه؟ برافو عليك، زاوية دائرية. عشان نعرف الزاوية تقع في ربع الكام لازم تبقى أنا عارف إن الزاوية بالقياس 60. طبعا أعرفها إزاي؟ عادة تبقى أنت عارف إن سيتا درجة على 180 بتساوي سيتا دائري على الباي. حلو. فهو هنا عايز س درجة بتساوي كام؟ برافو عليك، اعمل مقص، ده باي في المقام وده 180 في البسط مضروبة في الستة درجة اللي هو طالك ب25 باي على 9. حلو، باي مع الباي، وده تبقى عبارة عن 125 في 180 على الكام هندسي؟ على 9. آلتك الحاسبة ونعمل هنا كده 25 في 180 على 9 تطلع معاك بكام؟ ب500. يبقى كده بتساوي 500. طب يا مستر ده ال 500 ديت أكبر من 360، امسك ال 500 ديت اطرح منها 360. يلا بينا، أدي 500 ناقص 360 تطلع معايا 140. طب يا باشمهندس هي 140 دي تقع في ربع كام؟ برافو عليك، تقع في الربع التاني. طب دي الزاوية التي قياسها 31 باي تقع في الربع الكام؟ نفس الجزئية برضه، فهنقول 31 باي على الستة نضربها في 180 تحت كام؟ باي. الباي مع الباي يتبقى معاك 31 في 180 على كام؟ على الستة. دي نزلت تحت يا باشمهندس. ادي الآلة الحاسبة بتاعتك، يلا بينا نقول اهوت 31 في 180 على الستة طلعت معايا ب930. ادي 930. طيب مستر 930 ديت اكبر من 360 بكام؟ اطرح منها 360 اكتر من مرة، فانا هنروح نجرب بقى. ادي 930 ناقص 930 ناقص 360 بتساوي كام؟ رقم اكبر اضربها في 2 بتساوي رقم 210. يبقى دي نضرب في 2 طلعت معايا ب 210. طب ال 210 دي يا مستر تقع في الربع الكام؟ برافو عليك، تقع في الربع الثالث. تعال اللي مش فاهم الارباع يا باشمهندسي اهو، دي كان الارباع ده اسمه الربع الاول، ده اسمه الربع الثاني، ده اسمه الربع الثالث، وده اسمه الربع ايه؟ برافو عليك، الرابع. ده من صفر لحد ال90 اهو، من صفر لحد 90. والربع التاني من 90 لحد ال 180، والتالت من 180 لحد 270، والرابع من 270 لحد 360 يا باشمهندسي. وكده خلاص. تعال بقى نجيب السؤال تالت. بيقول لك هتيجي برضه في الزاوية وعايز تقع في ربع كام؟ فهنقول له سيتا كده بتساوي، يلا بينا، ادي سالب 9 باي على الأربعة مضروبة في ال 180 تحت كام؟ الباي. باي مع الباي سالب 9 في ال 180 على الأربعة، دي سالب اهي بتساوي، يلا بينا طبعا تبقى بتطلع لنا بشارة سالبة 9 في 180 على الأربعة تطلع معايا بكام؟ بسالب 405. سالب 405 نعملها يا مستر فيه؟ برافو عليك، تاخد السالب 405 بنفس إشارتها تجمع عليها 360 وشوف بقى أنت هتضرب في كام ولا تطلع معاك على طول أهو. فنقول سالب 405 زائد 360 طلعت معايا بعد السالب مش هينفع ناخدها نضربها في الاتنين تطلع معايا بكام؟ ب315. لو هتنضرب دي في 2 بتساوي 315. طب يا باشمهندس ال 315 دي تقع في الربع الكام؟ برافو عليك، الربع الرابع. طب ده إذا كانت القياس 60 للزاوية ديت فإن القياس الدائري بتساوي كام؟ مستوى إيه؟ فاكر في الفيديو كنت قايل لك إن س درجة على ال 180 بتساوي سيتا دائري على كام؟ الباي. تعال نستخدمه هنا، فنقول ده إن سيتا دائري بتساوي اللي في وشها 180 أدي في المقام، ويعمل دي بكام؟ سيتا درجة في 180. فهنا يا باشمهندس نكتب 43 درجة وال 12 دقيقة مضروبة في كام؟ مضروبة في الباي. طبعا يا باشمهندس في قوانين أسهل من كده يا باشمهندس بس محتاجة حفظ. طبعا أنت حفظت القانون ده تبقى أنت حفظت قانون واحد بس، لكن القانون التاني إن بيقول لك إن سيتا ده درجة وهنا س دائري بتساوي كام وتساوي كام ديت يا باشمهندس. لو هو عايز سيتا درجة شبه السؤال دوت فبتضرب في الباي على ال 180، ولو عايز التاني بتعكسها بتضرب في 180 على الباي يا باشمهندس. وكده تبقى انت ايه؟ حفظت قانونين مش حفظت قانون واحد. لكن انا من رايي تحفظ ده يا باشمهندسي وايه عشان ما تتلخبطش وتعوض بيه عادي خالص. طب هنا هنعمل ايه يا مستر؟ هنا عددك الحاسبه الباي بس هتنساها زي ما هي كده. انا الحاسبه اهيت بص كده ادي الاربعه 43
والضاي اللي هي دي الكومات كده، وبعد كده ال 12 كومات على شرطة كسر كده 180 180 اهيت. طلعت معايا بكام؟ 625. طبعا كلها بارقام عشرية. اعمل اس دي، طلعت معاك 24 من 100. فقلت هنا كده 24 من 100. رقم كام يا باشمهندسي؟ رقم ب. خلاص. السؤال خامس سؤال بقى كده، الزاوية القياسة هتيجي زاوية قياسها طبعا بالدائري، فهو عايز قياس 60، فنقول له ان سيتا ضرية بتساوي كام يا باشمهندسي؟ بص كده، برافو عليك، 180 على الباي، ادي 180 على الباي مضروبة في الرقم دوت اللي هو عبارة عن 8 باي على الكام؟ على التلاتة، ديت مع ديت، يبقى تبقى لك هنا 8 في 180 على التلاتة. آلتك الحاسبة، ادي 8 في 180 180 ديت على التلاتة تطلع معاك ب 480. ادي 480 درجة. هل موجودة؟ اهي كتير محترم. بس طب السؤال رقم 6 بيقول لك مجموع قياسات الزوايا الشكل الرباعي بالتقدير الدائري. طيب هي مجموع قياسات زوايا الشكل الرباعي بكام؟ 360. بس ال 300 دي برافو عليك زاوية دائرية زاوية 60 يا باشمهندس، تبقى هنا 360 درجة اهو. حلو. عايز تروح تحولها للتقدير الدائري، فنقول له ان الثيتا دائري بتساوي باي على ال 180 في 360. طبعا 360 على ال 180 بيحتوي فيها الاثنين، اسمها 2 باي، مش هتيجي على الحاسب طبعا، تبقى رقم كام؟ رقم 6. والسؤال ده خلاص. تعال نجيب السؤال بقى كده. السؤال رقم 8 بيقول لك هنا طول القوس في دائرة طولها بيساوي كام؟ طول قطرها بيساوي 12. يبقى كده يا مستر النق بيساوي نصها اللي هي ب6، ويقابل زاوية مركزية قياسها بكام؟ بسيتا درجة، فتبقى دي عبارة عن السين درجة اللي هي بتساوي 60. انت عايز طول القوس، محد يقول لي كده قانون طول القوس بيساوي ايه او اللام بيساوي شندسي؟ برافو عليك، سيتا درجة مضروبة في النق او نق سيتا درجة عادي. هل انت معاك 6 درجة؟ لا، فتروح تجيبها لي، فنقول ان السيتا درجة بتساوي كام؟ برافو عليك يا باشمهندسي، الباي على ال 180 مضروبة في الزاوية اللي عندك اللي هي هنا بكام؟ 60. طب 60 على ال 180 فيها التلت، فنقول التلت باي. جميل. روح عوض بيه. السيتا درجة عبارة عن باي على التلاتة أو تلت باي عادي مضروب فيه النق بتاعتك هي 6. طبعا 6 على التلاتة فيها الاتنين، تبقى دي عبارة عن 2 باي شندسي. رقم كام ديت؟ رقم د. رقم 9 بيقول لك طول القوس الذي يقابله زاوية محيطية، خلي بالك ايه؟ زاوية محيطية قياسها بكام؟ 67 ونص. طب الزاوية يا مستر احنا شغالين مع زاوية ايه؟ زاوية مركزية، فنقول ده كده إن الزاوية المركزية بتساوي 2 في الزاوية المحيطية اللي هي عبارة عن 67 والنص يا باشمهندس اهو. النص تطلع معاك ب 135، ادي 135، فتبقى ديت اسمها ايه؟ س درجة. احنا اصلا يا باشمهندس عايزين طول القوس، وانت عارف ان طول القوس دهوت بيساوي السيتا درجة مضروبة في النق اهو. طب انت يا باشمهندس معاك سيتا درجة؟ لا، تعال نروح نجيبوها. فالسيتا درجة اصلا بتساوي ايه؟ برافو عليك، الباي على 180 مضروبة في ال 135. آلتك الحاسبة 135 على ال 180 تطلع معاك ب3 على 4، يبقى بتساوي 3 على الأربعة باي. 3 على الأربعة باي. هو أعطيك هنا نص قطر بكام؟ ب8، أدي 8. طب 8 على 4 فالاتنين، والاتنين في 3 ب6، تبقى دي اسمها 6 ايه؟ 6 باي. الإجابة رقم ب. والسؤال ده خلص. تعال نجيب السؤال بقى كده. السؤال رقم 10 بيقول لك القوس الذي طوله بيساوي 5 لا، اسمه طول القوس اللي هو اسمه اللا، في دائرة طول نصف قطرها اسمها نق، يقابلها زاوية مركزية. هو عايزها كده يا باشمهندسي بالزاوية بالدرجة ديت. تمام. انت عارف يا باشمهندسي ان هنا يا باشمهندسي ان السيتا درجة بتساوي برافو عليك اللام على النق. يلا بينا. اللام اللي هي اسمها ب5 باي والنق اللي هي ب15، تطلع معاك ان السيتا درجة بتساوي 1 على التلاتة ايه باي. جميل جدا. هو عايز السيتا عايز السين برضو، فنقوله ان السين بتساوي 180 على الباي مضروبة في 1 على التلاتة باي. الباي مع الباي يتبقى لك 180 على التلاتة يا باشمهندسي اللي هي بتساوي كام؟ برافو عليك 60. فين يا باشمهندسي؟ هنا 60. الإجابة رقم ايه؟ رقم ب. السؤال رقم 11 بيقول لك هنا قياس الزاوية المركزية وقطاع الزاوية المركزية مرسومة على القوس الذي طوله يساوي طول القطر. هو طول القطر اللي هو 2 نق، والقوس اسمه لا، وقال لك بيساوي اهو مقربا لأقرب درجة. حلو خالص يا باشمهندس. احنا كده عشان نجيبه قياس الزاوية المركزية محتاجين نعرف ايه هي قياس الزاوية الدائرية، فنقول ان قياس الزاوية الدائرية بتساوي برافو عليك لام على النق. جميل. اللام اللي هي بكام؟ ب2 نق، والنق اللي هي بكام؟ بنق عادي خالص، ديت مع ديت
تلاقي ان السيتا ضاية بتساوي الاتنين. جميل جدا. هو عايز س يا مستر بتساوي كام؟ برافو عليك، 180 على باي هتنضرب في الاتنين، يعني بمعنى صح 360 يا باشمهندسي على الباي. آلتك الحاسبة هاتها على جنب كده، فنقول 360 تمام على الباي اللي هي الفا اكس اس 10 دي، تطلع معاك ب 114.59. لو انت عملت باشمهندس اس دي هتطلع برضك هي كده، لو انت معاك مثلا تليفون ولا حاجه هتطلع معاك 114 ونص. فين 114 ونص؟ مفيش، اقرب حاجه كام؟ هي 115 يا باشمهندس من 5 تبدا، تطلع معاك 115 درجه. رقم كام؟ رقم ب. السؤال رقم 12 بيقول لك اذا كان قياس احدى زوايا المثلث ب 75 درجه وقياس الزاوية الأخرى بتساوي بايعات 3، معاك واحدة بالدرجات اللي هي القياس الستيني ومعاك واحدة بالقياس الرادياني اللي هو بالقياس الدائري. فإن القياس الدائري للزاوية الثالثة عشان قياس دائري يبقى أنت تروح تحول ديت لدائري، فنقول دوت إن سيتا دائري بتساوي كام؟ برافو عليك، أدي باي على 180 مضروبة في 75، تطلع معاك بكام؟ بخمسة على 12، فانت دي كده بتساوي 5 على 12 بار. جميل جميل. مجموع قياسات زاوية المثلث بكام؟ ب 180، وانت عارف ان السيتا دائري لما بتبقى باي على ال 180 تنضرب في ال 180 تطلع ب الباي. جميل جدا. ممكن حد ما يكتبهاش عادي يعني، كده كده مش هنصف الاختيارات، مش لازم عليك خطوات. فنقول ان مجموع قياسات زوايا المثلث الداخلية بتساوي الباي ناقص، يلا بينا ديت لسه جايبها اللي هي بخمسة على ال 12 باي زائد كام ديت؟ باي على التلاتة. على آلتك الحاسبة هنعملها ازاي يا مستر؟ بص كده يا باشا، بص هتجيب المعاملات اللي قدام الباي دي، واحد ادي واحد ناقص افتح قوس دي قدامها 5 على 12 ادي 5 على ال 12 بتاع الناحية التانية زائد واحد على التلاتة بتساوي كام يا باشمهندسي؟ برافو عليك، بتساوي على 4. يبقى دي واحد على 4 باي. فين باي على 4 هنا؟ واحد على 4 باي اللي رقم ب. خلاص جميلة جدا. طب السؤال بعد كده، السؤال رقم 13 بيقول لك هنا بندول بسيط طوله بيساوي كام؟ طول الخيط بتاعه بيساوي ال 14، يبقى ده يا باشمهندس النق. خلي بالك هو حد يقول طول القوس، بيقول لك هنا تذبذب بزاويه يبقى اسمها السيتا درجه عشان في ده باي، فهنا طول القوس ده تعويض مباشر، يبقى ده بتساوي سيتا درجه مضروبه في النق. سيتا درجه اللي هي بواحد على العشرة باي مضروبه في الكام ديت؟ في ال 14، تطلع معاك بواحد والأربعة من عشرة باي. مش موجودة في الاختيارات على آلتك الحاسبة بقى. 4 وكام؟ و4 من 10، 4 والأربعة من 10 اللي رقم كام ديت؟ رقم ب. والسؤال ده السؤال رقم 14 بيقول لك هنا أ ب ج د شكل رباعي، وأعطيك قياس زاوية أ بتساوي 60 وقياس زاوية الج بتساوي كام؟ معرفش. شكل رباعي يعني إيه يا مستر؟ يعني كل زاويتين متقابلتان متساويتان في القياس، يعني الألف هنا بتساوي إيه؟ بتساوي الج. الألف ب60 تبقى الج ب60، بس هو مش عايز 60 فتروح تحول، فنقول له إن الثيتا الدرجة بتاعتها بتساوي كام؟ باي على 180 مضروبة في 60. طبعا عارفين 60 على الباي فيها التلت، تبقى دي عبارة عن تلت باي باشمهندسي أو باي هوت، تبقى باي على التلت رقم كام؟ رقم 1000. السؤال رقم 15 بيقول لك القياس الدائري للزاوية الخارجية عن الشكل السباعي المنتظم. أنا محتاج نعرف الشكل السباعي المنتظم الزاوية الداخلية بتاعته بكام وبعد كده نطرحها ب 180. طب يا باشمهندسي هي الزوايا الداخلية للشكل المنتظم أو أي شكل باشمهندسي بتساوي إيه؟ برافو عليك، 180 في نون ناقص 2. ولما يكون شكل منتظم نعرف نجيب الزاوية الواحدة اللي جوه نقسم على النون اللي هو عدد الأضلاع، النون دوت كده عدد أهوت الأضلاع. طب يا باشمهندسي هو عدد الأضلاع إحنا بكام؟ برافو عليك 7. فنقول كده يا باشمهندسي الزاوية في الشكل السباعي تطلع بكام؟ 180 مضروبة في 7 ناقص 2 على 5، طلعت معايا بكام؟ ب 900. امسح عليه كده فنكتب هنا يا باشمهندسي كده 900 و900 بكام ده؟ يا عم طلعت معاك 900 على 7. تمام، طلعت معاك الهندسة ب 900 على 7 بالشكل دهوت، هتسيبها زي ما هي بس دي الزاوية بايه؟ بالدقايق والدقايق والثواني اللي هي الزاوية الستينية. جميل. بعد كده نروح نجيب الزاوية الخارجية فنقوله 180 ناقص زي ما هي 900 على 7، يلا دهيت 180 ناقص الزاوية زي ما هي تطلع معاك بكام؟ اكتبها برضه زي ما هي مفيش مشاكل، 360 على 7. دي الزاوية الخارجية. عايز تروح تحولها بعد كده للزاوية الدائرية فنقول له إن سيتا درجة بتساوي أدي باي على 180 مضروبة في 360 على 7. على آلتك الحاسبة نكتب 360 على 7 مضروبة في الكام ديت؟ 360 على 7 في 1 على 180، 1 على 180 تطلع بتساوي كام؟ 2 على 7، يبقى بتساوي 2 على 7 باي.
الإجابة رقم كام؟ رقم ب. والسؤال ده خلاص. تعال نجيب السؤال اللي بعد كده. السؤال رقم 16 بيقول لك هنا في الشكل المقابل ده هو الكشندسي إذا كانت أ وب أ ب تمام وأ ج ممثلين يعني كده بيساوي بعض. أي ممثلين يا باشمهندسي في خارج الدايرة يكونوا بيساوي بعض. وأعطيك هنا ديت م دي مركز دايرة تمام. وبقول لك هنا خلي بالك كمان بالمرة كده دي مماس ودي نصف قطر يكون عمودي، مماس ونصف قطر يكون عمودي، عشان لو احتاجناها يعني. بقى أعطيك زاوية الألف ده هي يا مستر ب25 وخمسة على 12 باي، أدي 5 على 12 باي. وأعطيك إن محيط المثلث أو محيط الدائرة كلها عفوا ب96 سم. ده محيط الدائرة بيساوي إيه؟ 2 باي نوك أهو. ده بقى عندي مرة أدي محيط الدائرة بتساوي 2 باي نوك. ده كده ب96 بتساوي 2 باي نوك. يبقى يا باشمهندس هنا هنجيبه النوك لوحدها يبقى 96 على 2 باي. سيبها زي ما هي دلوقتي مش مشكلة يعني. طب اللي بعد كده هنا يا مستر عايز طول القوس اللي هو اسمه ب ج. معاك النق يا باشمهندس ب96 على 2 باي. عايزين الزاوية دي. طيب جميل. الزاوية بكام؟ ب5 باي على كام؟ على 100 على 12. احنا عارفين ان الزاوية 90 عبارة عن باي على 2 ودي كمان بباي على 2. طيب باشمهندسي هي الزاوية الداخلية أو مجموع قياس الزاوية الداخلية لأي شكل رباعي بكام؟ 360. فممكن نقول 360 طبعا اهيت عبارة عن كام؟ برافو عليك 2 باي. فادي 2 باي بتساوي هنا كده ناقص عفوا 5 على 12 باي زائد باي على 2 زائد باي على 2. تطلع معاك بكام؟ فين اهوت. بص كده نعملها ازاي. ادي 2 ناقص افتح قوس هنا 5 على 12 تمام زائد باي على 2 اللي هي بنص ونص اللي هي بواحد. تطلع معاك ب7 على 12 7 على 12 باي. دي كده ايه؟ السيدة الدائرية عفوا بتساوي 7 على 12 باي. ومعاك كمان النق اللي هي عبارة عن 96 على 2 باي. هتعرف تجيب اللام اللي هي بتساوي حاصل ضربهم، فنقوله 7 على 12 باي مضروبة في 96 على 2 باي. طبعا باي مع الباي. يلا بينا آلتك الحاسبة اهيت. فنقول اهوت 96 مضروبة في 7 دي البسط اهوت. المقام بقى عبارة عن 12 في 2 طلعت معاك ب28. فنقول ده كده مستر عبارة عن 28. رقم كام ديت؟ رقم ج. والسؤال ده خلاص. تعال نجيب السؤال اللي بعد كده. السؤال رقم 17 بيقول لك إن الزاوية التي قياسها 30 زائد 180 أهي 30 زائد 180 مضروبة في 2 ن زائد الواحد، حيث النون ديت اللي تنتمي للصاد مجموعة الأعداد الصحيحة تكافئ زاوية قياسها بكام؟ خلي بالك عشان كل ما يلف كل ما يوصل لنفس الزاوية. يعني انت لو عوضت عن النون ديت بأي رقم هيطلع معاك نفس الزاوية. فممكن حد يعوض لي عن النون بصفر، ممكن حد تاني يعوض لي عن النون بواحد، ممكن حد تاني يعوض لي عن النون بأي رقم هو عايزه صح. أنا هنعوض مثلا عن الصفر لصورة الحل. فنقول هو 30 زائد 180 مضروب فيه 2 في صفر في صفر زائد واحد اللي بواحد. تبقى عبارة عن 30 زائد 180 تطلع معاك ب210. فتروح هنا مفيش 210 هو عايز زاوية دائرية. جميل. فنقول نقطة إن السيتا دائري بتساوي كام؟ باي على 180 مضروبة في 210. آلتك الحاسبة فنقول ده 210 على 180 فوق دي 10 طلعت معاك بكام؟ ب7 على 6 7 على 6 باي. رقم كام ديت؟ رقم ج. طب ما تيجي مثلا نجرب واحد. يلا بينا. ادي 30 زائد 180 مضروب فيه 2 في 1 ب2 2 زائد 1 ب3 يبقى كام؟ 180 اهو. واحدة واحدة كده هنقول 30 زائد 180 مضروبة في 3 تطلع معاك ب570. ادي 570. طبعا 570 دي هنروح ننقص منها 360. ادي 570 ناقص 360 طلعت معاك ب210 يا باشمهندسي. نفس الإجابة ديت وتكمل عادي خالص. تمام كده؟ تمام. تعال نجيب السؤال رقم 18. هنا يا باشمهندسي بيقول لك إذا كان طول القوس من زاوية أو من دائرة يساوي 3 على 8 من محيطه. يعني اللام بتساوي 3 على 8 من إيه؟ من المحيط. هو المحيط بيساوي 2 باي نق. جميل. فإن الزاوية طب نيجي جواب مرة. فنقول أنت كده بتساوي 3 على 8 وأنت عارف يا باشمهندسي إن المحيط اللي هو عبارة عن 2 باي نق 2 مع 8 يبقى فيها 4 يبقى دي بتساوي 3 على 4 باي نق. دي اسمه ايه؟ اللام اهو. فإن الزاوية المركزية التي تقابل قوس قياسها ب60 بتساوي كام؟ يبقى انت يا باشمهندس محتاج تجيب السيتا دائري الأول من القانون ده. هي السيتا دائري بتساوي ايه؟ برافو عليك اللام على النق. هي اللام بكام؟ ب3 على 4 باي نق.
والنق طبعا في المقام هيروح مع النق في البسط، يبقى بتساوي 3 على الأربعة باي. دي سي دايري. هو عايز ايه؟ عايز السين. فنقول له ان السين عبارة عن 180 على الباي مضروبة في التلاتة على الأربعة باي. باي مع الباي يبقى جالك 180 مضروبة في 3 على الأربعة اهوت. 180 80 اهيت مضروبة في 3 على الأربعة تطلع معاك ب135. النقود ده بتساوي 135 درجة. رقم كام ديت؟ رقم ج. والسؤال ده خلص. تعال نجيب السؤال بقى كده. السؤال رقم 19 بيقول لك هنا في الدائرة التي طول نصف قطرها وحدة يا باشمهندس. ركز معايا. بيقول لك هنا ايه؟ الدائرة طول نصف القطر بتاعها هي وحدة. يعني ايه؟ يعني بواحد. حلو. يكون قياس أي زاوية مركزية فيها بالتقدير الدائري بكام؟ طول القوس، لأن هو بيساوي واحد، لأن واحد على واحد برضه بيساوي واحد. تمام. طب السؤال رقم كام ديت؟ رقم 20. بيقول لك القياس أو القياس الدائري والقياس الستين لزاوية مركزية تقابل قوسا طوله ب3 دي اللام ومساحة سطح. حلو. من المساحة الفرنسية بتاعت الدائرة ده الفرنسي اللي هو عبارة عن 16 باي بتساوي مساحة الدائرة بتساوي ايه؟ باي نق تربيع. ديت مع ديت دي 16 6 16. فنقوله كده ان النق بتساوي جذر كام؟ جذر 16. وهناخدها بالموجب بس عشان مفيش اطوال بالسالب. جميل جدا. فكده في النسبة يعني معاك لام اهوت. معاك لام بتساوي 3 ومعاك نق بتساوي الأربعة. فنقوله دوت ان السيتا دائري بتساوي اللام على النق اللي هي بتساوي كام؟ 3 على الأربعة. وطبعا بما ان مفيش هنا في الهندسة 3 على الأربعة هنا اي رقم او اي كسر، يعني عادتك الحاسبة 3 على الأربعة تطلع طبعا معاك 75%. لا 3 على الأربعة على الأربعة تطلع معاك كام؟ 75%. صح. 75%. جميل. يا ديت يا دي مرفوضة. مرفوضة. محتاجين التانية. فنروح يا باشمهندس نقوله إن السين درجة بتساوي كام؟ برافو عليك. 180 على الباي مضروبة في 3 على الأربعة. تبقى الحاسبة بتاعتك فنقول اهوت 180 يلا بينا على الباي شيفت 10 ديت مضروبة في 3 على الأربعة تطلع معاك بكام؟ ب42. يعني كومات 42 58. ادي ال 42 درجة 58 دقيقة. رقم كام ديت؟ رقم د. والسؤال ده خلص. طب شوف السؤال رقم 21. بيقول لك الزاوية التي قياسها الدائري بتاعها بيساوي 1 دائري تسمى زاوية فندسي. برافو عليك. نصف قطرية. طب ليه يا مستر؟ لأن احنا عارفين إن الواحد دائري عبارة عن 180 درجة. طيب اوكي يا باشمهندس نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاع النهاردة. بالنسبة للأسئلة ما كانش لسه هتلاقيها دلوقتي ظاهرة على الشاشة تقدر تروح تتفرج عليه، وكمان لينك جروب الواتساب هتلاقيه ظاهر لك دلوقتي تقدر تروح تتفرج عليه. ونشوفكم هناك على خير. سلام.